أهلا وسهلا بكم. نظام العسكر الجزائري تلقى واحد الصفعة قوية، وكنشوفوا أنه كيحبس الأنفاس ديالو. وهاد الصفعة تلقاها من وكالة الاستخبارات الأمريكية. نشرات قبيل تنصيب دونالد ترامب، نشرات خريطة المغرب كاملة مكمولة، ها هي كما كنشوفوا في الصورة. وحنا كنعرفوا موقف ترامب من مغربية الصحراء، حيث كان اعترف بسيادة المغرب على صحرائه سنة 2020. وهذه رسالة طبعا للنظام العسكري بأن جمهورية الوهم اللي كيدعمها العسكر قد انتهت. وغادي نشوفوا كاملين الصدمة ديال أبواق العسكر. غرد لهم يعني وقال لهم باللي الصحراء هما منتظرين مجموعة من الإجراءات اللي راهم ينتظروها على أحر من الجمر. أنه تصنف البوليساريو كمنظمة إجرامية في نظرهم، يخليه يبعث قوات خاصة وما إلى ذلك باش يعطينهم الصحراء، باش يرجع. هذا الخيال عندهم خيال مريض يعني. واخا العالم الآخر راه نتوما اللي كتعيشوا في الخيال. وغادي تشوفوا نعم غادي يتم تصنيف جبهة البوليساريو ضمن قوائم الإرهاب، وكذلك غادي يتم افتتاح قنصلية في مدينة الداخلة. وهذا الشيء أكدوا لنا وزير الخارجية الجديد ديال ترامب ماركو روبيو، وهو معروف أنه صديق للمغرب وكيكن واحد العداء للجزائر. أكد في مجلس الشيوخ عبر صريح العبارة على أهمية التحالف مع المغرب في مواجهة تهديدات الإرهاب وكذلك تعزيز التنمية الاقتصادية، وقال بأن المغرب هو حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. مخزن ينتشي بعودة ترامب، لأنه أنت ذكرت أنه قام بتغريدة في آخر عهدته في 2020. الآن هل سيغير؟ قال لك المخزن كينتشي بعودة ترامب، واش غادي يغير الموقف ديالو؟ الموقف ديالو ما غاديش تغير. نتوما ما عارفينش بأن العلاقات بين الدول كتبنى على المصالح، والمغرب دائما كيهدف للتنمية الاقتصادية وكيهدف كذلك للأمن والأمان في المنطقة. داكشي علاش العلاقات بين الدول العظمى مع المغرب، لأنه كيعتبروه حليف استراتيجي وحليف موثوق، ماشي بحال النظام ديالكم فيما كانوا شي منظمات ولا شي جماعات انفصالية كتدعموها في مالي، في سوريا، في ليبيا، في المغرب. كاع الموارد ديال الغاز ديالكم مولتوا بها الجماعات الانفصالية فقط، وخليتوا الشعب ديالكم في الطوابير، وفي الطوابير على الغاز. هادشي في دولة غازية ودولة بترولية. وغنشوفوا دابا في عهدة ترامب تقلبات ديال اسعار الغاز. فين غادي تدخلوا؟ واش غتدخلوا في حيط ولا غادي تفوتوا الحيط للهيه؟ الحكم في 20 جونفي ترامب رايح يضغط وراح يعطي تصريح للشركات البترولية أنهم يستثمروا في البترول والغاز الصخري الذي يكلف $30، معناتها كيبيعوه $40. منتجي البترول العادي الطبيعي اللي هي الجزائر والسعودية وإيران لازمهم يبيعوا البترول $40 ولا أقل من 40 باش ينافسوا أمريكا. أمريكا عندها البترول $40 وانت تبيع فيها ب50 و 55 60، ما يمشيش، مستحيل. العالم يروح يشتري أمريكان، وبالتالي سينخفض سعر البترول عاجلا أم آجلا. وإذا وصل $40 معناتها دخلنا في حيط، معناتها دخلنا احنا في حيط. وهذا الأمر يؤثر حتى على قدرتنا بكل صراحة في الإنفاق العسكري. ما نقدوش نروحوا نشروا تجهيزات عسكرية ونجهزوا الجيش وكذا وكذا $40، والولاتي نشروا في الحليب والخبز.